أعزائي المتابعين، جايبة لكم النهاردة فيلم جميل جدا. قصته مستوحاة من حادثة حقيقية اتنشرت في الجرايد سنة 52، يعني من 72 سنة. الفيلم ده جريمة وإثارة وتشويق، اسمه المنزل رقم 13. بيتكلم عن تأثير التنويم المغناطيسي على الإنسان. الفيلم بطولة عماد حمدي، فاتن حمامة، ومحمود المليجي. القصة بتبدأ بشريف مريض وبيتعالج عند دكتور نفسي. بنشوف أول مشهد وشريف داخل فيلا رقم 13، وبيطلع المفتاح من جيبه وبيدخل يقتل صاحب الفيلا. وبعد ما بيتأكد انه مات بيشوف صورة متعلقة لسيدة. بعد كده بيخرج من الفيلا بيروح بيته، بينام وبيصحى الصبح على صوت والدته هي بتصحيه عشان يروح شغله، وبيقول لها انه حلم غريب انه بيقتل واحد بالمسدس، ووالدته بتقوله ان تفسير الحلم انه هينتصر على اعدائه. بعد كده بتتفاجئ والدته ان قميصه عليه دم، وبتسأله الدم ده من ايه. بيتفاجئ شريف وبيبص على ايده، بيتفاجئ كمان بوجود جرح في ايده وبيبقى مش عارف السبب. فبيتصل بالدكتور بتاعه بيقوله ان الدواء بتاعه خلص، وكمان بيحكي له الحلم اللي هو شافه. فالدكتور بيقنعه انه مجرد كابوس. فشريف بيقوله انه هيجيله العيادة بعد ما يخلص شغل، وبعد ما يروح مع خطيبته يشتروا الشبكة. بيهنيه الدكتور بالخطوبة، وفعلا بنلاقي شريف راح لخطيبته واشتروا الشبكة. وهما في الطريق بيحكي لها هما في العربية على الحلم اللي شافه، وبتقوله ان ده مجرد كابوس. بعد كده بيروح الشغل وبيحط ايده في جيبه. شريف بيتفاجئ بوجود المفتاح فبيستغرب جدا، وبنلاقي السكرتير بيبلغه ان المقاول مستنيه في الكافيتيريا. فبينزل شريف عشان يقابله، لكن وهو يعني في المقابلة دي بيشوف بالصدفة الست اللي كان شاف صورتها متعلقة في الفيلا. فبيجري وراها وبيطاردها عشان يعرف هي رايحة فين. بيلاقي الست بتركب تاكسي، هو كمان بيركب تاكسي وراها، وبيفضل وراها لحد ما بيلاقيها دخلت عيادة الدكتور عاصم اللي هو الدكتور النفسي بتاعه. بيدخل العيادة مش بيلاقي الست جوه، بيلاقي الدكتور في انتظاره. وبيستغرب شريف، بس بيحكي له الأول عن الحلم وعن المفتاح اللي لقاه في جيبه. والدكتور بيحاول يبرر له كل الكلام اللي هو بيقوله، بيقول له انه جايز شاف المفتاح في اي مكان بتاع واحد صاحبه، لقاه على مكتب، لقاه على ترابيزة في اي مكان وخده من غير ما يحس. وبيقول له بالنسبة للجرح ممكن يكون اتعور من غير ما يحس قبل ما ينام، عشان كده القميص بقى عليه دم، وعشان كده عقله اللاواعي صور له الحلم الغريب ده. وبيبقى مش مقتنع شريف قوي، لكن الدكتور بيحاول يقنعه، بيقول له ان قبل كده برضو لما حلم بزلازل وبراكين كانت المطره بتمطر، عشان كده هو شاف الحلم ده. وبيقول له برضو انا فسرت لك حلم قبل كده بحريقه لما قلت انا شفت حريقه، وهو تفسيره انك سبت الاباجوره الحمراء متولعه وكنت سايب جنبها السيجاره، فعشان كده اتهيألك جوه الحلم انك شفت حريقة. فدايما عقلك اللاواعي لما بيشوف احداث بيصورها لك في صورة حلم او كابوس. بيقتنع شريف بكلامه وبيروح الدكتور يقوله انا هجيب لك دواء مهدئ عشان اعصابك ترتاح. لكن اول ما بيرجع بالدواء بيفتكر شريف وبيقوله لكن انه هو شاف الست اللي كان شاف صورتها وهي داخلة العيادة عنده. الدكتور بيبتسم وبينده على الممرض، بيقوله هاتلي الست اللي قاعدة برا. بيتصدم شريف لانها بتطلع واحدة تانية غير اللي كان فاكرها او غير اللي كانت في الصورة، وبتبان ان دي مريضة وجاية تتعالج عند الدكتور. فبيعتذر شريف للدكتور وبيمشي. بعد ما بيمشي بنشوف الدكتور وهو داخل للمريضة، وبنفهم انها مثلت انها مريضة وهي مش مريضة ولا حاجة، ولبست هدوم لولا الست طبعا اللي كانت في الصورة، عشان يوهموا شريف انه بيتهيأله. بعد كده بيدخل الدكتور للولا وبيقول لها انها اللي جت العيادة والمفروض ما تجيش هنا عشان شريف ما يعرفش او ما يشوفهاش. وبتسأله مين شريف ده، بيقول لها اللي قتل جوزك عباس. بتقول له قتله ازاي، المفروض ان انت اللي كنت هتقتله. قال لها انا بفكر في الجريمة دي بقالي 6 شهور، وحاولت بالسر الخطير اللي انا اكتشفته هو التنويم المغناطيسي،
بيحكي لها ازاي ان هو اول ما شاف شريف لما جاله من 6 شهور تعبان كان بيديله دواء يوتره اكتر ويخليه يحلم بكوابيس. وبعد كده لا عمل له تنويم مغناطيسي واداله المسدس وخلاه يروح يقتل، واداله طبعا المفتاح. وبعد ما قتله ومشي خد منه المفتاح، خد منه المسدس ونسي المفتاح. فبيقول لها لان مفيش جريمة كاملة نسي مع المفتاح، عشان كده شريف شك وافتكر ان هو مش حلم وحس ان دي حقيقة، لكن هو اقنعه انه كان بيحلم. بتقوله سونيا انها خايفة البوليس يعرف، بيقول لها ان محدش هيعرف لان مفيش علاقة بين شريف وبين القتيل، وانها وقت الجريمة كانت في اسكندرية، وان ده يخليها تقدر تصرف بوليس التأمين اللي جوزها عملها لها اللي قيمتها 15,000 جنيه، وتقدر تديله 7.5 وهي تاخد 7.5 اللي اتفقوا عليها. بعد كده بنشوف شريف يوم فرحه والدكتور معاه بيهنيه، لكن المفاجأة ان البوليس بيقبض عليه يوم فرحه وبياخدوه الفيلا. وبنلاقي شريف دخل بسرعة الفيلا وكأنه عارفها، وطلع على السلالم ودخل أوضة القتيل. بيتفاجئ المحقق انه عارف الأوضة لوحده، وانه عارف كأنه عارف الفيلا، وبيسأله عن السبب. شريف بيقوله ما يعرفش، وان هو بيتهيأله ان هو شاف المكان ده قبل كده. وطبعا بيبص بيلاقي صورة سونيا. المحقق بيقوله ان هما طلبوه هنا عشان لقوا بطاقته جنب القتيل، وبيطلب منه تفسير. بيقوله شريف انه مش عارف ايه اللي بيحصل، فبياخدوا بصمات شريف وبيتأكدوا ان بصماته هي كانت في المكان، وبيتأكدوا كده ان هو القاتل وبياخدوه. بعد كده بيطلبوا نادية للشهادة، بتأكد لهم انه بريء، وانه حكى لهم حلم ان هو بيقتل، وحكى لوالدته وحكى للدكتور، ولو كان هو القاتل كان اتستر على الجريمة ما كانش يروح يحكيها لكل الناس. بعد كده بيطلبوا برضو الدكتور عاصم للشهادة اللي بيحاول يورط شريف، وبيدعي انه بيحب تحطيم الاشياء وانه عنيف، وبيسألوه هل هو ممكن يمشي وهو نايم، بيقول لهم ممكن. طبعا هو عايز يورطه ويقول انه هو اللي قتل. بعد كده بيطلبوا سونيا اللي بتنكر وجودها يوم الحادثة، وبتقول لهم انها كانت في اسكندرية، لكن المحامي بيقول لهم ان هي الوحيدة المستفيدة من موت عباس، لانها هتاخد 15,000 جنيه قيمة بوليسة التأمين. لكن وهم قاعدين بيجي اختار من التأمينات بيقولوا لهم ان عباس قبل ما يموت لغى البوليصة. بتتفاجئ سونيا وبيتصدم الدكتور عاصم. بنشوف مشهد للمحامي مع نادية وبيقول لها انه لو شريف بيمشي وهو نايم وعنده ميل للتحطيم زي الدكتور ما قال، يبقى ممكن يكون قتل وهو مش في وعيه. لكن السؤال مين اداله المفتاح والمسدس، ومين وداه الفيلا البعيدة دي ومرجعه تاني لبيته؟ هل ممكن تكون سونيا؟ بس برضو مش معقول لانها كانت في اسكندرية وقت الجريمة. وبياخدها بيروح لشريف يسألوه عمل ايه بالظبط ليلة الجريمة. بيقول لهم ان الدكتور زاره في البيت، وبعد ما مشي نام وصحي الصبح لقى يعني والدته بتقول له ان هو يعني القميص فيه دم وان ايديه، ولا ايديه متعورة. والحلم طبعا اللي حلمه. بيطلب شريف من نادية انها تروح لوالدته وتسألها ايه اللي حصل بالظبط يوم الجريمة بالليل. وبتحكي طبعا بتروح نادية للأم وبتحكي لها ان الدكتور كان قاعد مع شريف ومشي الساعة 9، ولما ندهت عليه مردش عليها. بعد كده دخل اوضته، فدخلت تنام لكن سمعت الباب وهو بيتقفل باب الشقة، فقامت عشان تشوف لقيته مش في اوضته، وعرفت ان هو خرج. فضلت قاعدة مستنياه لحد الساعة 11:30، واول ما رجع ما ردش عليها ولا سلم عليها زي كل يوم، وكأنه مش شايفها. افتكرت انه متضايق او مخه مشغول بالجواز لانه خلاص بعد يومين هيتجوز، فيعني ما عاتبتش عليه. بعد كده الصبح لقيت حتى جارهم كان بيخبط عليها لانه مسافر، وبيسلم عليها وبيقول لها انه شاف شريف بالليل وسلم عليه، لكن شريف مردش عليه. فاعتذرت له الام وبتقول له ان دماغه مشغولة بالشغل والجواز فما خدش باله. بتروح طبعا نادية تقول المعلومات دي المحامي اللي بيستغلها في المحكمة، بيترافع وبيقول ان شريف لو عمل كده يبقى كان مسلوب الإرادة وعمل كده بدون وعي منه، وانه عنده شاهد يأكد الكلام ده، والشاهد ده بيكون صابر جار
شريف اللي بيحكي وبيقول انه كان راجع بالليل وشاف شريف ومعاه شخص، ولما سلم على شريف مردش عليه وكأنه ما سمعوش. بيقول وكيل النيابة ان كده ده كلام يأكد ان شريف قتل وان معاه شريك، لكن المحامي بينفي وبيقول ان الشخص ده مش شريك، لا ده هو المجرم الفعلي، وان شريف كان ضحية ليه، وانه سلب ارادته خلاه يقتل بدون وعي، لانه كان تحت تأثير التنويم المغناطيسي. بيقولوا الشاهد اللي صابر يعني بيقولوا له انهم هيطلبوه تاني عشان يتعرف على الشخص اللي كان مع شريف ويفهموا منه الحقيقة. بيقول لهم صابر انه مسافر وبيديهم عنوانه عشان يبعتوله وقت ما يحتاجوه. بيطلب شريف من نادية تروح لصابر وتمنعه من السفر عشان هو عايزه ضروري وهو هيروح له. بتستغرب نادية ازاي هيروح له هو في السجن. بيقول لها انا هتصرف، وهي بتحاول طبعا تنفذ كلامه، بتوعده انها تنفذ كلامه. بتروح بعد كده بنلاقي الدكتور وهو حاضر الجلسة بيسمع طبعا كل ده، فبنلاقيه بيسبق نادية وبيروح لصابر يقتله. بتيجي نادية في الوقت ده بتلاقي صابر مقتول، بتصرخ. بنشوف الدكتور وهو داخل من الباب وبيوهمها انه كان جاي لصابر عشان يقوله انه عرف القاتل الحقيقي، وبيقنعها تروح معاه العيادة عشان سونيا هناك مستنياهم وهتعترف لهم باسم القاتل الحقيقي، وبعدها يروحوا سوا كلهم للبوليس عشان يطلعوا شريف. بتصدقوا نادية وبتروح معاه وبيلعب معاها نفس اللعبة، بينيمها تنويم مغناطيسي وبيخليها تكتب إقرار على نفسها إنها قتلت صابر. كده هو خلص من جريمة صابر وخلص كمان من نادية. بعد كده بنشوف إن شريف هرب عشان يثبت براءته، لأن شريف بيكون فاهم إن الدكتور هو اللي ورا كل ده، فبيروح له العيادة مش بيلاقيه، بيلاقي سونيا فبيسألها وطبعا بيجبرها انها تتكلم. بتقوله ان الدكتور اخد نادية عند الكوبري عشان يخليها ترمي نفسها في المية، بعد ما كتبت طبعا اعتراف على نفسها ان هي اللي قتلت. بيركب تاكسي وبيروح عند الكوبري وبيطلب من السواق يبلغ البوليس، وبيحاول طبعا ياخد نادية من الدكتور، فبيحصل بينهم خناقة طبعا، وبيحاول الدكتور يموت شريف، لكن شريف بيقدر عليه وبيقدر ينقذ نادية، وبيجي البوليس في الوقت المناسب بيقبض على الدكتور عاصم، وطبعا بياخد شريف البراءة وبيعمل فرح تاني وبيتجوز نادية، وبينتهي الفيلم على كده. طبعا نهاية سعيدة، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. سلام.